استقر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على سياسته للفوز بصفقة التعاقد مع كيليان امبابي من نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكرت صحيفة لوباريزيا أن مسؤولي ريال مدريد لم يتواصلوا بعد مع امبابي أو إدارة النادي الباريسي، إلا أن بدء المفاوضات بين الفريقين مسألة وقت في رأي كثيرين. وأضافت أن بيريز لا يميل للاندفاع والتسرع، بل يراهن على عامل استهلاك الوقت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم امتلاك النادي المدريدي الأموال الكافية لحسم الصفقة في هذا الميركاتو. وأكدت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البي اس جي على استعداد للتفاوض مع أي ناد يقدم عرضا ماليا مغريا ضخما أو صفقات تبادلية مقنعة. ينتهي تعاقد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو حزيران 2024، ورفض تجديد لموسم إضافي. لذلك عاقبت الإدارة الباريسية اللاعب باستبعاده من الجولة الصيفية للفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، وعرضته للبيع في الميركاتو الجاري. وارتبط اسم كيليان 24 عاما بعدة أندية في الفترة الأخيرة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وإنتر ميلان وأيضا برشلونة، إلا أن النادي الملكي ريال مدريد يبقى الوجهة المفضلة للنجم الفرنسي.